السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخواني المغاربة، سعيد باللقاء معكم مجددا في مقطع آخر نتناول من خلاله ما يقع بين المغرب والجزائر وبين البوليزبال وجديد قضيتنا الأولى، وهي قضية الصحراء المغربية. فالحمد لله إخواني، كما نلاحظ جميعا فإن المغرب يعمل في صمت، وهذا دون جعجعة ولا طحين. الحمد لله أن له ملك شاب يعمل في صمت دون تباه ولا الظهور في الكاميرات ولا الشاشات، وهذا عكس مهرجي قصر المراضية، فعوض الاهتمام بمشاكل بلدهم تراهم يظهرون فقط لمعاكسة جار يكن لهم كل الود والاحترام. ولذلك إخواني، فمن هذا المنبر نريد أن نرد على كل من يطبل ويزمر لهذا النظام ضدا في المملكة المغربية وملك المغرب والمغاربة، فنقول له من هذا المنبر: عليكم أن تراجعوا أوراقكم من فضلكم. فالمغرب أبرم اتفاقية إنتاج اللقاح مع الصين الشعبية منذ شهر سبتمبر 2020، أي 5 أشهر قبل إعلان الجزائر عن نيتها شفهيا إنتاج اللقاح الروسي بدون تقديم أي تفاصيل. أما المغرب فقد عين الشركة المغربية التي ستنتج اللقاح وتنتظر فقط نقل تكنولوجيا من سينوفارم الصينية. فالجزائر إخواني كما أصبحنا نعلم فهي معروفة بسرقة الأفكار من المغرب، الجامع الكبير وتركيب السيارات الفاشل والطاقات المتجددة وصومعة الكتبية والقفطان المغربي. حتى الرئيس بوتفليقة كان يرتدد الرعية المغربية عندما قدم استقالته، بل ومنع من طرف العسكر لقضاء تقاعده في مسقط رأسه مدينة وجدة. فالجزائر يا إخواني نحن نعلم مسبقا أنها دولة فتية، شبه دولة فتية يبلغ عمرها 60 عام، لا تاريخ لها ولا حضارة. أما الدولة المغربية فالحمد لله العالم بأسره يعلم أن عمرها أزيد من 12 قرن. إذا كنت من المتابعين الجدد اشترك الآن في القناة ليصلك الجديد بالضغط على الزر الأحمر أسفل القناة مع تفعيل الجرس، ولا تنسوا دعم المقطع بلايك. شكرا لكم جزيل الشكر. فكلنا لاحظ على أن المغرب أبرم اتفاقية شراء اللقاح منذ الصيف الماضي، وليس مثل العسكر الذي يحكمه. لم يتحرك إلا بعد أن حصل المغرب على 2,500,000 جرعة، وبدأ يتوسل لروسيا ولدولة قطر من أجل حفظ ماء الوجه أمام الشعب. فلو كانت الحدود مفتوحة لبعثت لك شاحنة حليب طازج وشاحنة سميد، ووفروا عليك عناء الطوابير من أجل الحصول على 2 كاير حليب. هذا وأضيف إلى معلوماتكم أن التجار الجزائريين يذهبون إلى موريتانيا من أجل شراء السلع المغربية. وبعيدا إخواني على هذا الكلام الذي نوجه لثلة من الناس والله لا تستحق الرد، فأتمنى من خلال هذا المقطع ومن خلال هذه القناة أن نناقش الأمر بلغة المفكرين وبلغة المثقفين وبلغة العقول الراقية. ولذلك إخواني فلهذه العقول نوجه سؤال ونقول: لماذا يختار البعض الفساد والفشل كاستراتيجية لمنافسة المغرب في تنزيل مخطط سينفع كل شعوب المغرب العربي؟ يعني هناك خيار اللا منافسة الإيجابية. فلو أتى المغرب ب8 ملايين جرعة لقاح يجب أن تأتي الجزائر ب10 ملايين وهكذا. فلماذا يختار البعض في المغرب الكبير الكذب والتحايل على مصلحة المواطن؟ فهل لو ينجح النظام الجزائري في خططه الشريرة هل ستستفيد شعوب المغرب الكبير؟ من طبيعة الحال الجواب هو أن النظام الجزائري يفرض الفشل على شعوب المغرب الكبير، وهذا تحت نظرية ضرورة تنزيل خطة منافسة سلبية، والسلبي عاد ويعود على القبائل والتواركة وغيرهم بالشر، أي هي نتيجة عمل النظام الجزائري منذ سنة 1962 إلى اليوم. فالنتيجة هي أنه مداخيل البترول كلها راحت في الخوى الخاوي كما نقول، وبالتالي فهل نحن المغاربيين نريد الخوى الخاوي؟ من طبيعة الحال نحن البعض فينا مكلخ وخروطه وكيطبل ويزمر النظام الجزائري وكيمشي يصوت في الانتخابات، وهو غباء لا مثيل له في الكون، أغبى ما خلق الله سبحانه وتعالى. فهو الصنف البصبوعي الجزائري المكلخ، يعني يقولون للشرق ريحة أو تبون افعل أحسن من المغرب، جيب 80 مليون لقاح بالأموال التي سرقها الجنرالات والوزراء الفاسدون. فلماذا هاد المكلخين يدافعون على هذا النظام الفاسد؟ حيث ما فاهمينش
نعم والله الجواب الوحيد لأنهم لا يفهمون شيئا ولا يريدوا أن يفهموا. فهذه الفئة اللي كنتكلموا عليها إخواني يريد فقط نشوة اللحظة أن يشعر أن له قيمة. يعني البعض منهم يكذب دفاعا على النظام الجزائري بالمجان. نعم ماشي كل شيء شياس، ولكن هناك صرف من البشر يكذب من أجل الدفاع على الفساد وبالمجان. ومرة أخرى يجب علينا جميعا أن نناقش ونحلل حسب الإحصائيات وحسب الأرقام على أرض الواقع، دون أن ننسى تحميل هذه الفئة المكلخة مسؤولية هذا المستوى الدنيء الذي وصلوا له. لأن الغباء إخواني في 2021 لم ينتج أبدا أي مجد، دائما يأتي من بعد المعارك الفكرية ليضيف في التعليقات أو على الهوامش هذه الأفكار الغبية، وهكذا يذهب البعض في متاهات لا معنى لها، خصوصا تحت ضوء الأرقام والإحصائيات التي تشير لشيء آخر، مثل أنك تلقاه يقول لك شوف الكلاسمون ديال المغرب، شوف الكلاسمون ديال الجزائر. يعني يدخلون في متاهات تبعدهم أبعد ما يكون عن الطريق المستقيم فكريا وسياسيا، هذا بعيد عن دينيا وعن علاقتهم مع الله سبحانه وتعالى. فعلاش إخواني الجزائر فشلت؟ علاش خسرت معاداة الشعب المغربي؟ علاش النظام الجزائري طرد حوالي نصف مليون مغربي سنة 1975؟ علاش النظام الجزائري قتل حوالي ربع مليون نسمة في الجزائر 1991؟ وعلاش قام باختطاف أطفال أبرياء ليفرض عليهم مصير الاحتجاز في مخيمات تندوف؟ فمن المستحيل أن نقبل بأن الجزائر يريدون الخراب لأنفسهم، هذا غير منطقي. لا يوجد هناك أي شعب في العالم يريد الخراب لنفسه، ولكن العديد منهم يرتكب الخطأ الفادح والذي هو تأييد نظام الفساد، نظام بنو خرخر مجانيا. فهذه مشكلة يمكن محاربتها بالتوعية، والتوعية أحيانا تتطلب الإحصائيات والأرقام في غياب الثقة. فهذه الفئة المهمشة، هذه الفئة الغبية دائما لا يثق في الأرقام والإحصائيات، لأن هذه الفئة ما قارياش وما تعلماش وما عندها لا وعي لا والو. فهذه الفئة كتفكر بالعاطفة عوض العقل، فعندما يكره الشيء فهو لا يريد أن يكون ذلك الشيء حقيقة، والواقع هو هذا، والأدلة كثيرة. ولذلك فالسبب يحاول هاد الناس بكامل جهدهم تجنب مواجهة الحقيقة والأدلة والواقع، عايشين وهيمين كما قال نور الدين بولقروح، هيمين عبر الزمن بدون عنوان. فنسبة هذا الكلاخ إخواني عالية جدا في الجزائر، والصراحة راحة والواقع هو هذا. فشوف النتيجة أمامك وحلل مع نفسك أولا ثم ناقش. وإذا أردنا أن نضيف إخواني أي شيء آخر فلا يمكننا ولا يسعنا إلا أن نقول بأن الجزائر، ونقصد كابرانتها ونظامها وبصبع أزرق، تشبه التمساح، فمه محلول وذراعه قصيرة. معنى هذا الفم المحلول بالشعارات الخاوية والانتصارات الوهمية، والفم دائما متسرع واليد قصيرة من قلة العمل. فالجزائر أصبحت أضحوكة هذا الزمان، رئيس غائب منفي في الخارج، مجرمون نزار وتوفيق، طلقاء أحرار، زعماء الحراك في السجن، بوقادوم يوزعوا الأموال على جمعيات في جنوب إفريقيا، 300 مليون دولار لحشد دعمه للبوليزبال وزد على ذلك. الجزائر كتمول أكثر من 20 تمثيلية للبوليزاريو كيتمتعوا بأموال الشعب الجزائري في فنادق 5 نجوم، بينما الشنقريحة يمارس لعبته بالمناورة بذخيرة الحية، وكان يمكن توفيرها لشراء اللقاح وتوفير أموال بوليزبال كذلك لنفس السبب. والغريب أن الجزائر تتشدق أنها ستتقاسم اللقاح مع تونس، ووقعت ضجة كبيرة في الإعلام الجزائري، وأخيرا حصلت الجزائر على صدقات من روسيا وقطر. نعم والله صدق من قال إنها دولة الموز. وبالرجوع إخواني دائما إلى النخبة المثقفة وإلى الكلام الوازن، وأنا أتأسف وأعتذر من بعض الناس ومن بعض الفئات العمرية التي لا يجب أن تسمع مثل هذا الكلام، إلا أننا نتجنب الكلام النابي وكل ما قد يخدش أو يمس حياة المشاهد الكريم. هنا إخواني نريد أن نشير إلى كلمة غالية، وهي كلمة ميغالومانيا، وهي كلمة إغريقية تعني وسواس العظمة أو جنون العظمة. فمع مرور الزمن أصبحت مرضا يصاب به من يدعي التفوق والامتياز، وهو في واقع الأمر خاوي الوفاض. فهذا المرض مصاب به حكام الجزائر ومن يطبلون له، فإذا استمعت لهم دائما ما يرددون الدولة القارة، مكة الثوار الإقليمية، الجيش الوطني الشعبي، أعتى جيش في العالم. فالجزائر داعمة لقضايا التحرر وتقرير المصير. فهذه هي تقريبا مجمل أدبياتهم.
فلنفترض أنهم قوة إقليمية كما يزعمون. هل يرضون بأن المغرب لقح شعبه قبلهم بلقاح حقيقي وأقبل على استقبال 8 مليون جرعة؟ فهل الدولة القارة التي توفر على أفضل منظومة صحية في كل إفريقيا كما ادعى مسيلمة الكذاب تبون يرمون رئيسهم لإجراء عملية بسيطة جدا في ألمانيا؟ لا نظن أنكم أفضل منظومة صحية، فأنتم تعجزون أن تجري عملية جراحية بسيطة. فهل مكة الثوار والتي هي عضو في منظمة الأوبك تتوسل وتطلب الصدقة لدى الدول التي تعتبرها صغيرة كالشقيقة قطر، وهذا لتمنحها جرعات من لقاح سبوتنيك والذي لم يحصل على الترخيص من المنظمة الأوروبية للصحة، وحسب خبراء الفيروسات يعد من أضعف اللقاحات الموجودة حاليا، ولهذا فالمغرب تجنبه واتجه نحو سترازينكا. فهل الدولة العظيمة يصطف مواطنيها من وقت صلاة الفجر في طوابير للحصول على علبة حليب إنهم وجدوها، وهذا تحت حراسة رجال الشرطة والترك؟ فهل الدولة الأقوى مصارفها خيالية من السيولة وأسواقها تعرف نقصا حادا من مادة السميد؟ فهل الدولة القارة جل فرقها في البطولة القارية والعربية تلعب في ملعب واحد وهو ملعب مصطفى شاكر وجهاز فار مربوط بحبل؟ فهل هذه الدولة العظيمة في مقابلة دولية لكرة القدم تستعين بجهاز هاتف محمول لعزف النشيد الوطني؟ هل الدولة الكبيرة رغم غازها ونفطها جل قراها ومدنها الصغيرة لا توجد لا إنارة لا غاز لا طرقات معبدة؟ فكفى من النرجسية الزائفة والشعور بالقوى الهاوي. بالأمس الجزائر عجزت حتى على تصنيع الكمامات وأرسلت طائرتها العسكرية في اتجاه الصين لجلبها، وعند رجوع الطائرات في وقت متأخر من الليل تشكل وفد وزاري واستقبل الطائرات المحملة بالكمامات كأنهم حققوا إنجازا ما بعده إنجاز. والله يستحملونكم أيها الشعب الجزائري. فهذه الدولة العظيمة تغرف من الأرض النفط والغاز وتبيعه وتشتري ما تأكل، هذا هو اقتصادها، لا يصنعون شيئا، قوم استهلاك. أما فيما يخص بلدي الحبيب والحمد لله فسيخصص المغرب دفعته لدعم دول الجوار الحليفة كتونس وليبيا وموريتانيا والسنغال وبوركينا فاسو والساحل العاج ومالي والنيجر. كل هذه الدول ستصوت ضد الجزائر في كل القرارات المعادية للمغرب إن شاء الله. إنها الخطة المغربية لإفلاس بنو خرخر سلالة إبليس. المغرب سيبدأ في إنتاج اللقاح الصيني مما سيضمن ولاء القارة الإفريقية، والجزائر القزمة المنعزلة ستتوسل وتشحت وتطالب المغرب بمساعدة بنو خرخر. فلا لفتح الحدود، موتوا بغبائكم وموتوا بتكبركم، القوة الإقليمية للنباح والنهيق. فهو الشعب الجزائري يا إخواني يداس اليوم بالأقدام ويتعاملون معه كنكرة كمحتجزين وكرهائن عند عصابة الجنرالات التي تخشى الحراك وتتماطل على اللقاح كي لا يخرج الشعب. إنكم تطيلون عمر العصابة وتعطونهم الوقت للمزيد من النهب والاستنزاف مما تبقى من خزينة دولة الجزائر الفرنسية. فحفظ الله ملكنا ونصره، إنه ملك ابن ملك حفيد الملك. والله خلصنا من هذا الوباء جميعا، مسلمين وغير مسلمين في كل بقاع الأرض. والله يرفع علينا وعليكم هذا الوباء الخبيث، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا كنت من المتابعين الجدد اشترك الآن في القناة ليصلك الجديد بالضغط على الزر الأحمر أسفل القناة مع تفعيل الجرس، ولا تنسوا دعم المقطع بلايك. شكرا لكم جزيلا.